السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم جميعا. آه، سوف أنشر لكم الآن فيديو أحد أئمة صناعة بريطانيا، لأنه مكتب مرشد الإخوان يوجد في بريطانيا، وهم من يتحكمون في جماعة الإخوان. بما أن يعني المسلمين اليوم ربما أو كما ننظر أنهم اتحدوا على إزالة حماس من فلسطين. هذا لأنها يعني عاملة، بكل صراحة عاملة لدول أجنبية واضحة. هذه الدول عاملة، هي ذراع إيران وذراع كيان الصوص حماس، وهي تأخذ الخمس من التبرعات. الدول العربية تأخذ الخمس، والباقي تأخذه إيران والكيان الكيان كيان الصوص. الآن يعني بما أن لم يصبح لهم يعني بما أن اللعبة انكشفت للجميع، لجميع الدول العربية ولكل ومعظم الشعوب العربية، انكشفت هذه الخماس ونظمت جماعة الإخوان وإيران والصوص. انكشفت هذه اللعبة وانحرقت هذه الأوراق. جاء الآن دور أئمتهم، يعني الذين يصنعونهم هم ويأمرونهم. استمع إلى هذا الإمام كيف يتهجم على الدول العربية. يعني سبحان الله، لا إله إلا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل فيك. في 5 بلاد عربية وقعت على قبول الانتهاء من المسلمين في غزة بشرط واحد: ألا يزيد عن شهر. حاكم الظالم لابد في التاريخ أن يكون إلى جواره إمام فاسد أيضا من أئمة الدين، ودعاة سلاطين وسفلة بلاط يلعقون بلاطه ويزينون له سوء عمله. هو باع دينه بدنياه بيستمتع، وهم كلاب أهل النار باعوا دينهم بدنيا الحاكم. الغتر المظلمة والعمائم المسودة واللحى التي لو كانت حشيشا لكانت أنفع للمسلمين، يسكتون عن الخنا والعهر ويطعنون في المجاهدين. ومن يتولهم منكم فإنه منهم. والأيام القادمة أيام فتح، لكن ابحث لك عن دور، ابحث لك عن أجر، ابحث لك عن فضل، واطرد من قلبك اليأس، اطرد من قلبك الخوف، فإنه لا يكون في ملك الله إلا ما أراد الله. من ما بدأناه في البداية، بدءا ذي بدء. الآن يعني ربما هؤلاء هم الأئمة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي زمان على أمتي أئمة يدعون على أبواب جهنم يضلون ويضلون، فمن تبعهم، في حديث فمن تبعهم قذفوه فيها. هؤلاء هم من هلكوا شعب فلسطين، هؤلاء من تسببوا في خراب سوريا، هؤلاء هم من تسببوا في خراب العراق، هؤلاء من تسببوا في خراب اليمن، هؤلاء من تسببوا في خراب لبنان، هؤلاء من تسببوا في العشرية السوداء في الجزائر. يعني هؤلاء من يحرضون الشعوب على الثورات: ثوروا ثوروا ثوروا، وهم يعني يعيشون في قصورهم أو في فيلاتهم ويتقاضون مبالغ طائلة من الدولارات بسبب هذه الفتاوي، الخروج على ولاة الأمر. فهذا إن كان فيدل على أنه لا يجوز لهم منازعة ولاة الأمور إطلاقا، ولا الخروج عليهم إلا أن يروا كفرا بواحا عندهم من الله فيه برهان، وما ذاك إلا لأن الخروج على ولاة الأمور يسبب فسادا كبيرا وشرا عظيما، فيختل به الأمن وتضيع به الحقوق، ولا يتيسر ردع الظالم فيه ولا نصر المظلوم، وتختل السبل ولا تأمن، فيترتب على الخروج على ولاة الأمر فساد كبير. وسوريا ليست ببعيدة، وما حدث في مصر في ربع العدوية ليس ببعيد، والعشرية السوداء في الجزائر ليست ببعيدة، وما حدث في ليبيا ليس ببعيد، وما حدث في السودان، ما يحدث الآن في السودان ليس ببعيد، وما حدث في العراق ليس ببعيد، وما حدث في تونس ليس ببعيد، في وما حدث في اليمن ليس ببعيد، وما حدث في لبنان ليس ببعيد. كل الدول العربية عانت هذه الفتنة بسبب هؤلاء الدعاة الذين يدعون على أبواب جهنم، من تبعهم قذفوه فيها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إياكم وإياكم من هؤلاء الدعاة.